عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا جماعة نعمل معاكم الحمام الكداب. دي وراك مخلية، الراجل هو بيخليها لك. هتعرفي تخليها خليها. هي بتبقى كده يا جماعة، دي بيبقوا سايبينها كده عشان تديكي منظر الحمامة. ماشي، احنا عملناها في محلول نقع، عملنا ليمون وملح وخل ودقيق. المحلول النقع ده هيبقى عبارة عن خل وليمون وحبة دقيق، حبة جنزبيل، عصرة ليمونة. هنعمل بقى ايه؟ هنعملها بقى ايه؟ عايزين ننقعها في التوابل، يعني نعمل خلطة التوابل كده عشان تبقى متشربة من التوابل. بهارات فراخ، بابريكا، معلقة ملح، معلقة كزبرة، معلقة كاري، معلقة فلفل اسود. ده كله كده لازم المكونات كلها كده ايه تشرب من بعضها كده. بسم الله، يبقى من تحت الجلد كده. بسم الله. بص، هننزل عليها بنص كوبايه زيت كده. بسم الله. عشان التوابل دي كلها ايه تتطعم مع بعضها كده مع الزيت مع كله. هنسيبها بقى ايه لحد ما نعمل الرز يكون ايه اتبلت وشربت من التوابل دي كلها كده. هننزل بحته زبده او حته سمنه مع حبه زيت، سيبهم كده يتقدحوا. هننزل مع معلقتين سكر كده. انا عايزه السكر ده يتكرمل عشان عايزه الرز غامق مكرمل كده، بس ما تسيبوش يتحرق يا جماعه. بصوا يا جماعه الكرمل اهو، ننزل عليه بصلايه. بسم الله. تقلبي كده اهو. كرملنا البصل مع السكر مع الزيت. نحط بقى ايه كوبايتين رز كده. بسم الله. هنحط بقى التوابل ايه، فلفل اسود، كزبره، قرفه، معلقه ملح. بسم الله. نقلب بقى ونشوف بقى معيار الميه بتاعه. عايزاه مستوي مش عايزاه يعني ايه خليه نص سوا كده، يعني مخليه نص سوا يعني ولا ولا مستوي قوي. معيار الرز كوبايه رز كوبايه ميه، اي رز هتعمليه يعني عامه يعني. نجيب ميه. بصوا يا جماعه انا عايزاه مستوي يعني ايه، عشان انا مش هسلقه، يعني انا عايزاه ايه يتندخ شويه. معيار الميه كده حلو. هنغطيه بقى ونسيبه يستوي. عندنا يا جماعه كده حبايتين من الجزر وحبايتين من الطماطم وحبايتين من البصل، قرن فلفل كده، وايه حطينا حبايتين من الجزر وحبايتين، هنحط حبايتين من الطماطم قطعنا واحده وفي واحده، حبايتين من البصل. عشان يا جماعه ايه انا مش هسلقه، انا هحطه كده في الصينيه وادخله الفرن. هيريحك بدل ما تجيبي ايه ورق زبده ورق فويل، ده يعني تكلفه ووجع قلب يعني. ده ايه تريح دماغ وهيطلع حلو وطعمه حلو زي اللي مسلوق بالظبط وزي اللي متحمر بالظبط باذن الله يعني. بصوا يا جماعه حطيت معلقه بابريكا ومعلقه كاري ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كزبره ومعلقه ملح وايه، وهخلط الخلطه دي كده. بسم الله. لحد بقى ايه ما الرز يتشرب نرجع لكم. نفرد الورك كده اهو. بسم الله. هنجيب ايه، بسم الله، ما تملوش رز قوي يعني كفايه ايه 3 معالق كده. وبعد كده بقى تلفي بقى، تلفي كده مع ده كده. بسم الله اهو. بص انا عملت 3 اهو. نعمل تاني اهو. بسم الله اهو. بسم الله. الفتحه بتاعه الرز تخلوها من تحت عشان ما تفكش معاكم،
وهو هيمسك مع نفسه اهو. هتلفه كده زي الرول كده. بسم الله اهو. تخلوا بقى الظهر كده. بس دول الزيادة بتوع البتاع اهو. بصوا المنظر اهو يا جماعة. بسم الله. على قد ما تقدري لمي كده. اهم حاجة المنظر في الاخر، يعني باذن الله تبقى معاكم الحمامية كده حلو. دول بس الزيادة اللي بيطلعوا من البتاع، من الورك. بسم الله. بصوا يا جماعه، حطينا ليها مع كبشتين شوربه كده، وحطيناها على البوتاجاز شويه عشان اتاكد بس من تسويتها، عشان الرز مش مستوي او الخضار اللي تحت يستوي. حبه بس كده وكان دخلها الفرن. نحط ورق فويل كده. بسم الله. عشان ايه؟ يستوي يعني، يبقى سوا كامل كده. بصوا يا جماعه، بعد ما طلع من الفرن اهو، هنطلعه الرز اهو. كملنا سواه وايه. بسم الله. بصوا يا جماعه اهو، شكله ولونه وطعمه جميل. شكله ولونه وطعمه جميل. يعني ايه؟ دي بدل ما تجيبوا الورق تحطوا شوربه، ورق زبده، ورق فويل. الطريقه دي سهله وحلوه وجربوها. والخلطه دي ما بتترميش، هتحطوا على الرز وتاكلوا. وبالهنا والشفا اللي ياكل. واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.